الكرسي الشاغر، بودكاست من جريدة مراكش بوست، نمنح فيه الميكروفون لضيوف من مختلف المجالات ليجيبوا على أسئلة الشارع المغربي ويبرزوا أحقية الجلوس على كرسي القرار، لأننا في الكرسي الشاغر نؤمن أن الكراسي لا تليق إلا بالكفاءة. متابعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكرسي الشاغر. حلقة اليوم سنخصصها للحديث لمجموعة من المعطيات والمواضيع، وخصوصا بجامعة طمسلوحت. يسرني في البداية أن أستضيف ضيفي الكريم سي حسن الكبيدة، وهو مستشار جامعي بجامعة طمسلوحت. سي حسن، مرحبا بك. اولا كنشكر السي كريم، كنشكر جريده مراكش بوست، كنشكر الطاقم التقني، وتنتمنى الحلقه تدوز ان شاء الله معكم حلقه شيقه، وان شاء الله نقولوا الا الصراحه والحقيقه للمواطنين وساكنه جامعه طمسلوحت. مرحبا مجددا سي حسن. في البداية، محور هذا اللقاء وهذا العدد غادي يكون بالدرجة الأولى الشأن المحلي بجامعة طمسلوحت وما جوارها، ثم كذلك نهضر شوية على السياسة، على اعتبار أننا مقبلين على الزخم الانتخابي والحراك الانتخابي اللي غادي يكون فيه استحقاقات التشريعية المقبلة. بداية سي حسن، نتوقفوا على الشأن المحلي بجامعة طمسلوحت. كيفاش حسن الكبيدة عن حزب التقدم والاشتراكية، مستشار جامعي بطمسلوحت، المنظور العام للشأن المحلي بجامعة طمسلوحت قبل ما ندوزوا للتفصيل؟ حسن الكبيدة، مستشار جامعي عن حزب التقدم والاشتراكية، اللي كيلقبوني مجموعة السياسيين أنه المثير للجدل أو المعارض. وصراحة هذا المصطلح تاع المعارضة هو مصطلح صراحة ما تيجينيش أنا في السياسة صحيح، لأنه الحمد لله ما عمرني عرضت شي مشروع، ما عمرني تغيبت في شي دورة. دايما جميع المشاريع أو المصلحة ساكن الجامعة طمسلوحت تنصوت وتناقش، إلا ربما أنا تناقش بحرقة، ربما داك الشيء علاش تيقولوا معارض. وكنظن أنه جميع المجالس اللي تفتقد للمعارضة أنها تكون غادية في واحد السكة اللي خاطئة. المعارضة سي كريم، المعارضة بحال واحد البلاكة في واحد التريخ، بلاكات 60 بلاكات 70 تتقل باش تعاود تمشي للمسار الصحيح. لهذا المشهد السياسي أو المشهد السياسي في جامعة طمسلوحت تلقبوني بالمعارض، رغم أنني يشهد الله أنني في حياتي أو في هذه 5 سنين اللي أنا مرشح في جامعة طمسلوحت لم أعارض ولا مشروعا في مصلحة العامة لساكنة طمسلوحت. طيب، والبداية سي حسن، برنامج عمل الجامعة، يعني القانون المنظم للجامعات 113 14، يعني يعني المرجع الأساسي هو برنامج عمل. شفنا توصلت، يعني طلعت على مصفوفة ديال برنامج العمل اللي دار بطرق تشاركية وصوتت عليه فرق ديال الأغلبية وكذلك المعارضة. كيفاش كتشوف يعني بشكل عام برنامج العمل والمواد اللي كانت فيه، يعني القضايا اللي طرحها؟ سي كريم، انت دابا جبتي لي برنامج عمل جماعه ما يمروش نديروا مرور الكرام نشكروا واحد المجموعه الشباب اللي شاركت في هذا برنامج العمل الجماعه مجاني. تدرت واحد المجموعه اللقاءات مع واحد المجموعه الشباب، لقاءات تشاورية، لقاءات تشاوريه في جميع الدواوير مجانيه، مشاركه واحد المجموعه الشباب المثقفين. يعني البرنامج الوحيد او والبرنامج اللي كان مجاني اللي شاركت فيه جميع الاطر ديال طمسلوحت، رغم انه هذا برنامج عمل ما تنزلش على ارض الواقع. انا غنقول لك هذا برنامج عمل يعني التدحين ديالو ربما مازال ما كاينش. هذا برنامج عمل اللي تنجزت فيه واحد، نقدر نقول لك واحد 15% حتى ل 20% هي اللي منجزه فيه، اما الباقي ما زال حبرا على ورق داخل هذا البرنامج. بالنسبة لبرنامج عمل ندققوا فيه الشق المتعلق، يعني الشق الإدارة فيه، يعني المبتغى ولا التمنيات ديال الناس اللي وضحوا أن تكون واحد الإدارة يعني بالجودة، أنها تحقق على المعايير ديال جودة إيزو مجموعة من المعطيات بما يخص الموارد البشرية. تقييمكم أولا يعني الشق الإداري داخل جامعة طمسلوحت؟ سي كريم، إلا بغينا نتكلموا على هذا صراحة على برنامج عمل الجماعة، خاصنا نبداو نتكلموا عليه. ما تقدناش هاد الفترة ديال ساعة أو ساعتين، خاصنا نديروا حلقات، لأنه مجموعة ديال المشاريع المتعطرة اللي كاينة في هذا برنامج عمل الجماعة ما تمش الإنجاز ديالها، ما تمش. جيتي لي الموارد البشرية، غادي نقول لك هناك في جامعة طمسلوحت واحد اليد أو الموظفين اللي كاينين قلال جدا،
لولا ضعف الموارد البشريه. ضعف الموارد البشريه، لولا كاينين الأعوان. الاعوان العراضيين اللي صراحه تعاقدنا معهم هما اللي كيقوموا بالاشغال. اما الا جينا نشوفوا الموظفين، اولا الموظفين المردوديه ديالهم ضعيفه، وما نساوش كاين حتى الضغط. فاش تلقى مثلا واحد التقني اللي عنده واحد 15 او 20 صفقه 10 او اللي تيتبعها، هذا هو الاشكاليه اللي تعطي واحد الجوده ديال الخدمات او الطرقات او البافي او البنايات ماشي في جوده، تلقى نازل عليه الضغط كامل. وصراحه وبالنسبه غير القسم ديال الحاله المدنيه، لو كل ما كانوش العراضيين ما ياخذوش الناس الوثائق ديالهم. وحتى في المصلحات ديال الماليه عندنا حنا في جامعه طنجة مكلفين بها العراضيين. لذلك اللي كنقول لك، وهنا يمكن لي نطرق السي كريم من واحد الملاحظه، لك كتر خيرك. واخا هنا نقدروا نتكلموا على الموظفين، تتمنى المسؤولين يدخلوا في هذه القضيه. يعني تنتمنى من المسؤولين يتدخلوا، شوفوا هاد جامعه طنجة فيما يخص هاد الموظفين اللي ما كيديروا والو. انا كنسميهم من هذا المنبر واتحمل المسؤوليه ديال الكلام ديالي. شوفوا في جامعه طنجة هذوك الموظفين اللي كيتخلصوا ما كيقوموا بتا اشغال، تجي مع 8 الصباح او لا ما كتجي طال 10، كتخرج مع الجوج، كتقول لها شنو الانجازات اللي قمتي بهم. ما كاينش موظف معين. هذه كارثه. ولولا صراحه العراضيين ما كناش جامعه طنجة غادي توقف. اما الموارد غير البشريه، انا كتدخل السي كريم الجامعه طنجة غادي تلقى فيها قرديان في وسط الجامعه، غادي تلقى البنايه ديالها مهترئه، كل السقوفه غادي يطيحوا. بالنسبه لواحد القسم ديال الامضاء، تصحيح الامضاء، السقف ديالو غادي يطيح. جامعه داخل ليها ما تعرفش واش جامعه واش فوريان. تيجي مستثمرين تيجيو على قد تعرف طنجة التوجه اللي غاديه في الاستثماري، تيجي مستثمر تقول ليه هي هذه جامعه طنجة، تلقى فيها الدخله البرامل، الحديد، السيما، مطر خاسرين، الجليج مهرس في الارض. هذا اللي يشرف جامعه طنجة اللي هي تتبعد من مراكش دابا 5 دقائق. وكنتمنى ثاني المسؤولين يتحركوا معنا في هذه القضيه ديال اصلاح جامعه طنجة. هذه اداره ماشي في المستوى. المحاور اللي تحاور معاه ما كاينش، غائب. مع بغيتي تحاور في جامعه طنجة لهذه تنطلبوا من المسؤولين يجيو جامعه طنجة، يديروا واحد المجموعه ديال المعاينات، طرقات، بافي، اولهم طيب الاداره. سي حسن غادي نهضروا على هذا الجانب، يعني القطاعات نتحولوا من الاداره المشاريع المطروحه، يعني القطاعات الحيويه يعني النظافه وتعبيد الطرقات، الاناره. حسن الكبيده كيفاش كتشوف يعني القطاعات بجامعه طنجة؟ صراحه السي كريم كيف صرحت لك في الاول انه كاين موظف واحد هو اللي عليه هذا الضغط. ما يمكنش لينا نكرهوا هذا الشيء. ثاني حاجه، لولا ميزانيه وزاره الداخليه اللي هي ساهمت بواحد 3 مليار سنتيم في مركز جامعه طنجة، لا طنجة تلقاها كيف باقيه هي. لولا تدخل السيد العامل، مشكور السيد العامل بن شيخي، وواحد مجموعه ديال الموظفين اللي ترافعوا على هذا الشيء، جات واحد الميزانيه ديال 3 مليار جامعه طنجة تتنزز بها الطرقات. الا كاينه ملاحظه عندي، هذه الطرقات وهذه المجموعه ديال المنشآت نقدر نقول لك في عمرها سنه دابا ما كايناش. مجموعه من الطرقات اللي في عمرها سنه، هذا نقول لك راجع لمجموعه العوامل. ما نقدرش نلوموا الموظف وحده لانه عليه الضغط، ولكن نلوموا واحد مجموعه مسؤولين اللي ما تيشوفوش بحال البيرو ديتيد لابوراتوار هذا والمقاول الوحيد. طيب بالنسبه للموضوع اخر المثير للجدل دائما، يعني الحديث على السوق الاسبوعي ديال طنجة. حسن انت من واحد اللي طرحوا هذا المشكل ديال السوق الاسبوعي، والاكيد انه ربما تغير الحال ديالو. يعني لا شفنا هذه سنوات الشكل ديال السوق الاسبوعي، الان شنو التغيير سي حسن؟ صراحه نشكرك السي كريم على هذا التطرق لهذه النقطه المهمه اللي ما زالت هي النقاش ديال طنجة. السوق الاسبوعي، المستشفى، السوق الاسبوعي، بين نحولوا السوق فين بين نتحول. تنشكرك هذه النقطه، ولا بد نتطرقوا لها ونعطيو فيها واحد المجموعه ديال التفاصيل. اولا حنا بغينا المستشفى، ما كاينش شي واحد ما كيبغيش مستشفى في المنطقه ديالو، الا اختارينا قلنا للرئيس رئيس المجلس هذا المستشفى اللي غتريب عليه هذا السوق
وهذا السوق اللي هو حاليا موضوع قرض باقي كنخلصوا واحد خسرت عليه يعني اموال انه باش اعاده الهيكله ديالو والتاهيل ديالو. خسرت عليه اموال تقريبا 1 المليار، وهو موقف تقريبا واحد 9 سنوات، لأنه الصفقة ديالو تدارت تقريبا في 2011 وبقى حتى 2022 ولا 23 تم الافتتاح ديالو. تم التسليم ديالو للجماعه ولا باقي؟ لا، تم التسليم ديالو للجماعه في شي ظروف اللي تثير واحد مجموعه الشبهات. هذا هو لابد نناقشوا هذا الموضوع. هذا السوق اللي تحل اللي مسدود من 2011 وتحل حتى 2022، الاشغال واقفه فيه، وخرجنا من هذا المنبر. خصنا نعتذروا لهذوك الخضراء، ونعتذروا للتجار، ونعتذروا للجزائر مساكن، ونعتذروا لانه واحد 7 سنوات في واحد المنطقه غير صالحه للتجاره ولا المجموعه ديال الامور. استبشرنا خيرا وتغضينا النظر على الطريقه باش تحل هذا السوق، رغم الاشغال السي كريم ما كانتش كامله فيه. ونتمنى ولا بغيت ديروا شي زياره عندنا تمشيو معنا تعينوا في عين المكان، تشوفوا الاشغال غير مكتمله. وراني مستعد نزودكم طب دفتر تحملات السي كريم باش تشوفوا هذا السوق اللي تحل واحد 3 سنوات او 4 سنوات بواحد الميزانيه اللي مليار، وتحل بواحد الطرق اللي هي غير واضحه. الان كاين حديث انه غادي يتحيد، غادي يجي بلاصتو المستشفى ديال القرب. حنا السي كريم حنا مع التحييد، ولكن هذوك التجار ما نتكرسوش عليهم، ما نجيوش واحد المطرح النفايات ونحطوهم ونقولوا لهم تنوجدوا لكم السوق من هنا واحد عامين 3 سنين في واحد الظروف اللي هي غير سليمه لا صحيا ولا هاد الناس اللي بتجيهم من المطرح النفايات تحطوهم حتى تبني لهم السوق. ونزيدك واحد الكلمه السي كريم مهمه جدا. يشهد الله انني جلست مع كاتب العام او المسؤولين ديال العماله تقريبا الحوز، وقلت لهم واش كاين المستشفى ولا ما كاينش؟ قال لي ما كاينش مستشفى. اتحمل المسؤوليه ديال الكلام بمثابه وعود فقط، بمثابه وعود. وكان هذاك السوق غادي يتحيد باش نغطيو على واحد الجريمه اللي خاصني نزودك بجميع الوثائق تشوف. رغم انه المواضيع تتكثر على هذاك السوق، كان فقط انه هدم واحد الجريمه واحد المليار سنتيم، واحد 34 مليون اللي كنخلصوا سنويا تاع القرض باش تبنى. يعني مازال ما كملناش حنا في هذاك المليار باش تبنى هذاك السوق، وداك المبلغ تقريبا قريب المليار مازال ما كملنا سنديو القسط ديالو سنويا واحد 34 مليون او تقريبا 34 او 37 مليون سنويا. وكانت دار هذيك الجريمه بالتريب خضاره والجزاره مساكن والمساكين غادي يترموا مستشفى ما كاينش. لانه السي كريم اللي يقول لك راه المعارضه عرقلت المستشفى، تعرف هذا ماشي هذا ماشي انسان. العرقله للمصلحه هذا ما كاينش عرقله للمصلحه. كيفاش غادي يجي واحد غادي يعرقل المستشفى؟ شكون هذا اللي يقدر يعرقل؟ المصلحه العامه تنصوتوا لها بالاجماع، والمحاضر نزودك بهم جميع المحاضر السي كريم انني اشهد الله انني تنصوت على جميع المصلحات ديال ساكنه الطبسات. كان عارض بقوه، كان تاخذ بقوه، كان صوت. سي حسن، اكيد ان ربما شفنا بعض يعني المشاريع اللي رأت النور، وبعد يعني كي تنقولوا فض الغبار اخرها يعني التدشين ديال اعاده افتتاح ديال المركز الخاص بالصناع التقليديين بعد 11 سنه من الاغلاق ديالو التعليق ديالك. كذلك يعني طليت على البرنامج ديال عمل الجماعه في مجموعه من المشاريع كما قلنا المرتبطه بفك العزله، تعبئه الطرقات، النظافه، مجموعه من النقاط اللي شار لها برنامج العمل. وما عطيتني مجموعه الاسئله، ولكن غادي نبقى نجاوب لك بالترتيب ولا بد. حنا فرحانين بمجمع الصناعه التقليديه اللي خرج لوجود من بعد 11 سنه من الاغلاق. 11 سنه والصناعه التقليديه ينتظر الفتح ديال هذاك مجمع الصناعه التقليديه، رغم كانوا عندنا واحد مجموعه الاتفاقيات اللي عندنا كاينين وما فاعلينش، مع بحال اقتناء الافرنه. حنا عندنا في طبسة اذا دخلتي بالك الدخان، عندنا اتفاقيه مع وزاره الصناعه التقليديه اننا نشريو الافرنه. هذيك الاتفاقيه لم تفعل، الوحيده. انا من دخلت في 2021 مجلس، نقول لك السي كريم كانت هناك واحد 20 اتفاقيه او 30 لم تفعل ولا واحده من هذه الاتفاقيات، ما تفعلتش بتاتا منها هذه اللي درت. رغم عندي موقف بسيط من الطريقه اللي ناقشتها مع بعض الصناع
فيها واحد شويه الشبهات لأن الملاحظات بهذه المجمعات الصناعه التقليديه ما كانش مزاد لهذوك الحوانت طريقه باش يستافدوا الناس والشي ما استفدش. ما هي المعايير؟ كانت واحد مجموعه الملاحظات ما نقدرش نقول لك على العموم حنا فرحانين هذاك المجموعه أكيد لأنهم علامة أخرى وفضاء آخر تتزاد لصالح الصناعة التقليدية. ما يمكنش تعطي ملاحظات لانه مسدود 11 عام. صحيح. الا عطيتي ملاحظات دفعتي على الناس اللي ما استفدوش غادي يقولوا الناس اللي استفدوا يبقى الفضاء مغلق. تيبقى الفضاء مغلق. اما بالنقطه الثانيه نقطه النظافه اللي قلتي السي كريم، نقطه النظافه بالنسبه لجماعه الطمس واحد نقطه كارثه كارثه. وإلا شفتي الميزانيه السي كريم تنخلصوا المطرح النفايات ديال حربيل 44 يعني مليون. جامعة طمسلوح داخلة في مجموع الجامعات ديال ما عمرنا النظافة استفدنا شي حاجه، اللي كان أنها تكون مساعدة ما عمرنا استفدنا. تنعطيو تاع الصحه فتح لنا واحد المبلغ تنعطيو النظافه ولكن الاستفاده اللي دخلتي لجامعه طمسلوح كلها كلاب الله، كلها كلاب. رغم انني مؤخرا سمعت ان واحد الوليد تعرض لواحد الهجوم من شي كلب تدوز من طمسلوح كلها كلاب كلها حفاري. اما نطرقوا النقطه الثانيه ديال النظافه مشكل كبير جدا. ماشي مشكل في الشاحنات، ماشي مشكل في اليد العامله، ماشي مشكل في جميع تدبير القطاع بشكل عام. تدبير القطاع. اليد العامله كاينه، الشاحنات كاينه، المبلغ اللي تخلص الحربيل كاين، الشاحنه اللي تدير المبلغ. اما كيف يدبر هذا القطاع بطريقه غير صحيحه لجنه النظافه ما في يديهاش تناقش وما عندهاش مع ما تناقش. الشيفور اللي صايق الكاميو تيتصنت لابل نمره وحده. لجنه النظافه ما عندهاش علاقه بلجنه النظافه. تتهضر مع مول الكاميو ديال النظافه تيقول لك حتى تجيني مكالمه، تتلقى الزبل في شي دريبه تهضر مع مول الكاميو تقول لي راه جاني ما ندخلش لهذيك الدريبه. طمسلوح كلها نفايات كلها الزبل. فيما يخص بذلك التدور الشاحنات كاينه. نعاود نقول لك اليد العامله كاينه رغم السي كريم اليد العامله اللي يعني ينقص تدبير المحكم والحوار، ينقص الحوار. حنا كل لقينا الحوار في جامعه طمسلوح غنزيدوا بهذيك البلاد القدام. سي حسن، ما قطعتكش معلمة في طمسلوح يعني المشهورة كنعرفوا كتجلب يعني زوار خاصة يعني الموسم ديال طمسلوح الضريح ديال عبد الله بن حسين يعني طالوا الإهمال. وأنا شخصيا يعني كنت في زيارات يعني متعددة يعني طمسلوح. واش كاين شي تحرك انتم كمعارضة ولا كفعاليات محلية وكذلك جامعة طمسلوح؟ واش كاين شي تحرك شي مخطط معين لإعادة التأهيل ديالو؟ لا سي كريم، هادو معلومات تابعين لوزارة الثقافة أو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. دارت الصفقة ديالهم، راه خرج المقاولة راه خدام دابا في هادو. إلا هادو معالم ديال وزارة الأوقاف لا علاقة لهم بجسد. ولكن حتى الطريق المؤدية لها يعني بعض المنازل يعني رايبة السقوط أو والطريق ما غير معبدة، يعني كلها أمور اللي كتمشي لهذاك الفضاء يعني غير مناسبة. هذا من اختصاص المجلس الجماعي. كانت اتفاقيه مع وزاره الاوقاف اللي قلت لك واحد مجموعه الاتفاقيات كذلك واحد الساحه يعني لا عرفتها الساحه الكبيره اللي فيها هذيك السويقه سي كريم. من هنا لواحد 15 سنه و 10 سنوات كنت تبغي تدخل ليها، تبغي تجلس فيها، تشوف الموسم ديالها، تشوف مجموعه الا دخلتي لها دابا تلقى فيها تبكي. هذيك السويقه اللي شفتيها دابا تبكي، كلها مخربه مهدمه. كاينه في هذا البرنامج تاع وزاره الداخليه اللي عطاتنا ديك 3 المليار. الغريب هادشي ما كيتفعلش. طرق عندنا الطريق، تهيئه ساحه مولاي عبد الله بن حسين عندنا في برنامج عمل من 2021 حنا تناقشوا هادشي. اللي يفعل قلت لك السي كريم الفلوس كاينين. اغنى جماعه في الحوز، وانا اتحمل مسؤوليه الكلام ديالي، اغنى جماعه في الحوز المداخليه ومستثمرين اللي فيها والوطيلات اللي فيها والمداخل اللي فيها، ما كاين حتى شي جامعه في اقليم الحوز. جامعه طمسلوح جامعه غنيه الا انها تنقص لها سي كريم شيفور ما كاينش. شيفور اللي سي كريم تيدير 4 الكسيد 5 في الشهر خاصو يتحيد. طيب سي حسن، نقطة مهمة جدا على مستوى إقليم الحوز كذلك جامعة طمسلوح معنية، ألا وهي يعني المتضررين من زلزال الحوز مؤخرا. يعني في البداية تابعنا يعني مجموعة من الشكايات بخصوص كيفاش المآل ديالهم، واش كاين تحسن، الناس استفدت من
اعاده الاعمار ديال المنازل ديالهم. سي كريم تنشكرك على هذه النقطة اللي هي زنزلة الحوز، وتنشكر السلطة المحلية اللي واقفة صراحة على هذا الشيء. تنظن أنه بقاو عندنا شي إشكال. أنا اللي درت واحد البحث لقيت جميع الناس تاع جامعة طمس واحد تعوضوا، إلا واحد الفئة قليلة ماشي ما تعوضتش، غير الدفعات ما وصلوهاش. بحال كاين اللي توصل بالدفعة الأولى والدفعة الثانية، خاصها الدفعة الثالثة والرابعة خاصو الضالة والحجاب والبيبان. أما من ناحية الاستفادة صراحة درت واحد البحث، ومن هذا المنبر كنشكر السلطة المحلية في شخص السيد القائد أنه وقف على هذا الملف. وبما يخص ذلك المقدمين والشيوخ تا هما هذا القطاع هما اللي كانوا مكلفين به. صراحة مصلحة ما عندناش هذه الإشكالية. كاين قلت لك بعض المنازل اللي خاصها الدفعات تتم الدفعات. أما بما يخص الاستفادة أنا كنظن أن هذا الملف جامعة طنجة تدبر بشكل ممتاز. هذا البر تنشكر السيد القائد. اكيد سي حسن، محور اخر غادي ندردشوا فيه شويه على السياسه، وحنا مقبلين على الاستحقاقات الشرعيه المقبله. اقليم الحوز واحد من الاقاليم يعني النشيط على المستوى السياسي والمستوى الانتخابي، حديث يعني كثير يعني كل يوم بشكل يعني مسترسل ومستمر، نوايا الترشح يعني تحركات هنا وهناك، احزاب تستعد يعني للاصطفاف. يعني الفكره ديالك كمتتبع وكمستشار جماعي بتمصلح، كيفاش كتشوف الصوره ديالك الاستحقاقات المقبله بشكل عام؟ والاستحقاقات المقبلة صراحة أنا نتمنى الشباب يتحركوا تاع إقليم الحوز. وكاين واحد مجموعة الشباب تيتحركوا ولكن داك الشيء غير كافي. هو ملاحظتي أول سنة في 2026 الشباب تاع الحوز بدا كيتحرك، ولكن داك الشيء غير كافي. تيتحرك في المنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك هذا. أما في جماعة طمس ما عندناش الشباب. عندنا الشباب الفيسبوك تيكومونتي، ولكن ما يعني نلوموش. الممارسه الممارسة الفعلية للسياسة في جامعة طمس ما كايناش. من هذا تنجد، ولكن قبل ما نتكلم الشيخ ما نلوموش. انا نقول لك هناك ضغوطات خاصه، هناك ضغوطات خاصه للشباب طمس مساكن. الا دخلتي له لا دحيه تقول الشباب شكون تيمارس السياسه ما تلقى حتى شي واحد. ربما حتى يعني النظره اللي تياخذوا على السياسي بشكل عام والسياسه بشكل عام يعني تتخلي ذاك النفور ان الشباب غادي يدخل السياسه عنده مثلا يعيطوا عليه في كونكور معين، مؤسسه معينه، يعني ما عندي ما ندير بهذه السياسه كاع بشكل يعني بالبت والمطلق. كريم هاد الملاحظه ما غاديش نقولوا ما كايناش، ولكن يشهد الله انه واحد مجموعه الشباب بيمارسوا السياسه تيتعرضوا لواحد الضغوطات خايبه. تيكون معك اليوم غد لي تيجي تقدم لي الاستقاله ديالي تيقول لك راه جاليه لبا، جاليه لعمي، صيفط لبا الاوديو هددو، صيفط الخالي الاوديو هددو. مجموعه الشباب بتمارس السياسه لانه السياسه فن، السياسه فن. مجموعه اذا قلت لك الا دخلتي لولاد يحيى ما تلقاش ولا شاب يتكلموا في السياسه. كاين في طمس واحد مجموعه الشباب تيتكلموا تيتعرضوا مساكن الضغوطات من الوالدين ديالهم من العائلات ديالهم. يقول لك السي كريم حاجه مهمه غادي نطرحها لك فراسك، انه شاب واحد تكلم في السياسه في ولاد يحيى 7 شكايات عنده في النيابه العامه من طرف المسؤول. 7. اي شخص مساكن تيبي يتكلموا في السياسه تتعرضوا مساكن الضغوطات والابتزازات. علاش؟ لانه غادي تبي واحد الرخصه تطو واحد النهار. ربما سي حسن كاينين خطوط حمراء حتى الشباب انه ربما ذاك الاندفاع الحدود ديالو البدايه ديالو يعني المطالب فين كتبدا فين كتسالي الممارسه السياسيه يعني بشكل عام. انا ما غاديش نكر هذا الشيء. كاين واحد المجموعه السبب تيبغيو يمارسوش السياسه ولكن ما تلقاوش الاجواء كاين. ولكن انا غير نقول لك ما غاديش نقولوا 10%. هاد مجموعه الشباب تيفكروا في الوظيفه تيفكروا في هذا 10%، ولكن عطيونا 10% تاع السياسه. السياسه اللي مساكن فات واحد السن ديال الوظيفه وبيمارسوا السياسه. انا كنقول لك واحد تيتكلم في السياسه عنده 7 شكايات النيابه العامه. دور الاحزاب السياسيه يعني غائبه في هذه المناطق صراحه في اقليم الحوز التاثير السياسي ضعيف جدا. كاين بعض الاحزاب اللي تتحرك ولكن داك الشيء غير كافي التاثير السياسي. حتى بالنسبه للجمعيات، من الجمعيات تلقى مساكن تقول ليه راه تيدير شي حاجه تقول لك بغا يجي عندي السياسي انا بعد مني السياسه. هذا خطا.
علاش ما تندمج مع السياسي وتاثروا سياسيا تشارك وتنخرط. وتشارك وتنخرط. هنا مجموعه ديال الشباب قلت لك، ولكن انا العامل الاساسي في جامعه طمسة هو الضغوط. السي كريم بغيتي تلتحق بالحزب اكس، مشي لك عند باك، مشي لك عند ماك، مشي لك عند عمتك، نوريك الاوديوات، ندخل هداك نهددك، شوف هضرتي عليا انت كاع ما هضرتي عليه. بديت يهددك بواحد الطريقه اللي غريبه جدا، وتركف الوالدين ديال هذا الشاب بالرعب، وتيهددهم بواحد الرخصه ديال الضو، رخصه ديال الماء، رخصه الاقتصاديه، تعمير. طريقه التدبير هذه ما تطرقناش لطريقه تدبير المجلس. واحد الشخص اللي تلقى عنده جميع التفويضات راه غادي تخاف منه، وتتعرف انه نيت المشكل ما تكلمناش عليه السي كريم ديال العطاونه الغنان ما مسكن. هذوك الناس تاع الغنان ما مسكن خرجوا تيطالبوا بالحقوق ديالهم. يعني هو اعاده هيكله دوار اللي هذا المشروع اللي في عمره دابا من 2021 وانا اناقش هذا الملف، ما عمرنا ما صوتناش على شي نقطه بهذا الدار العطاونه. هذا الدوار مسكين اللي ما فيش يفتقر ل0.1 يعني مهماش من داخل، مهماش 100%، وما عمرنا ما صوت عينا بالتصويت عليه. انا راه صرحت انكم عطاونا البالا والفاس نمشيو نخدموا بيدينا، ديروا لنا نقطه، شريو لنا البالا والفاس، مشيو لهاد الدوار نخدموه بيدينا. هاد الدوار اللي تهضمات جميع الحقوق ديالو، رغم انه هاد الدوار كيساهم في ميزانيه الجامعه. هو مساهم اكثر السي كريم 30 ولا 40% في مداخل الجامعه. الدوار هو اللي كيساهم. وما بالك السي كريم هذاك دوار ولاد يحيى اللي كيعاني هذيك الكارثه. ما عمرني السي كريم انا شخصيا اول مجلس، وتنشكر مجلس جامعه طمسلوح بلا اعضاء، ما عمر كانت شي مصلحه في ولاد يحيى وما صوتناش عليها. كاملين كنصوتوا عليها، بحال داك المدخل اللي تتعرض لهذيك الكارثه راه الصفر ما تدخلش السي كريم من ولاد يحيى. رغم ذلك تتكون شي نقطه في ولاد يحيى كدوز الناس تنصوتوا عليها وتناقشوها. اما حنا رئيس المجلس تنشوفوه غير في الدوره، الا بغيتو شي ميزانيه، بغيتو شي حاجه. اما المناقشه والحوار ما عندوش. النواب تتبي تقول ليه كاين شي حاجه، تقول لك والله ما كنعرفش هادشي، تقول لي ما سولتيش، راه تقول لك ما تيجاوبني، تقول لي ما هذه ولاد يحيى فين وصل هذا الملف. حنا ما عندناش ولو 0.0 المعلومه على ولاد يحيى ولا العطاونه. ها الميزانيه تاع العطاونه محطوطه فين. كاين المشكل هاد العطاونه مساكن، علاش ما باغيش يتهيكل لهم الدوار، علاش مكرفسين هكا، شكون اللي بغى يعطينا المعلومه؟ ولكن السي كريم غادي نقول لك واحد التصريح، واحد جمله مفيده. بدات تنكتشف دابا انه كاينين الناس اللي ما في صلاحتهاش تهيكل الدوار. كاين الناس اللي لاسباب سي حسن، لاسباب شخصيه. انا اكتشف انه كاينه مضاربين عقاريين اللي تيجي واحد المواطن مسكين عنده واحد المبلغ تيبي يسكن في شي ظروف اللي ملائمه، اللي تيستافدوا منه هاد المنعشين العقاريين التجار العشوائي. انا نخرج لك دابا بصريح العباره، كاينين هناك في هاد الدوار ولاد يحيى ودوار العطاونه تجار العشوائي اللي تيستافدوا، اللي مواطن مسكين من حقه يسكن. حنا ماشي ضده. حتى ربما غياب وثائق التعمير سي حسن، ما كتشوفش بان كاين هذا الغياب يؤثر بشكل كبير على؟ والله سي كريم تنشكرك بزاف على هذه الملاحظه اللي تتقول لي. هذيك وثيقه التعمير هذاك ملف شائك في جامعه طمسلوح. ما عندناش حنا وثيقه التعمير. تيجي مستثمر مسكين تيشري قطار، تيجي باسكو السي كريم انه جميع المهندسين دابا ديتي لهم ارض في طمسلوح تقول لي عافاك صاوب لي فيلا، ولا تيقول لك لا عافيني من طمسلوح. يعني كاين الغموض في الرؤيه، كاين غموض في الرؤيه، وكاين عدم التواصل. دابا بغيتي تسول شي حاجه تمشي للوكاله الحضريه تقول لهم عطيوني وثيقه التعمير، جماعه طمسلوح ما فيهاش وثيقه التعمير. واش جميع المهندسين غادي يعرفوا الرئيس، غادي يعرفوا التقني، غادي يعرفوا هذا المهندس، غادي يعرفوا؟ الناس تخدم اداري تمشي لوثيقه التعمير في الوكاله الحضريه تياخذوها، تعرفوا المهندس الطريق اللي غادي يشد. وثيقه التعمير السي كريم في جامعه طمسلوح ما عندناش. هذه كارثه. رغم السي كريم حنا نقول لك واحد الحاجه واتحمل المسؤوليه ديالها. مجلس طمسلوح طيح واحد المجموعه المستثمرين في واحد الفخ، دار واحد وثيقه التعمير ماشي صحيحه وعرضها على شي ناس خدموا بحال اللي خدا 4 الفيلات، شرا قطار خدا 4 الفيلات. هذاك كان شرا داك القطار ب 60 مليون، تيجي واحد المستثمر يلقى 4 الفيلات يشري قطار ب 400 مليون.
واحد النهار هذيك الوثيقه التعمير ما بقاتش، ولا داك القطار رجع للثمن الحقيقي ديالو هو 60 مليون. هاد المستثمرين كرفسناهم. لهذا المسؤول ديال الثقه انه غادي يتراجع بشكل كبير. لهذا انا تنطلب المسؤولين يدخلوا ويعطيونا واحد الوثيقه التعمير. حنا نترافعوا المناطق منطقه صناعيه، منطقه عندناش. سياحيه، منطقه الفيلات. حنا دابا عندنا منطقه صناعيه فيها 5 القطار ولا 6 ما خدام حتى واحد. منطقه صناعيه ما خدامش. حنا بغينا مستثمرين يدخلوا، بغينا زون توريستيك، بغينا الاس دي 10 الفيلات. وجهي قصر المؤتمر انه قريب غادي يكون قريب لطمسلوح لا كذلك. اللي قريب لجامعه طمسلوح. بغينا حنا عطيونا وثيقه التعمير اللي نميو بها البلاد، نزيدوا بطمسلوح للقدام. ما تعطيناش وثيقه التعمير فيها زون اندستريال. زون اندستريال عندنا. ما تعطيناش وثيقه التعمير في المركز. اش عندنا في المركز؟ عندنا اراضي الدوله واراضي حبوسيه. عطينا وثيقه التعمير في المناطق اللي فيها امتداد مثلا الدواور، المناطق اللي فيها لافيل الجبال. علاش عطيتينها في المركز؟ فين بينا نتسعوا في المركز؟ سي كريم، من هنا تنتمناو المسؤولين يتواصلوا معنا، يعطيونا يد. حنا بغينا الخير لطمسلوح. هذيك البلاد حنا بغينا لها الخير، ما طامعين في والو، ما بغينا والو. الا كان مجموعه الشباب شافوا فينا حنا ما لايقينش، كحنا شباب ما لايقينش نترافعوا، والله سي كريم ما نزيدوا في هذه الضربه، غير يجيو حنا نعاونوا، ما نزيدوش الضربه في جامعه طمسلوح. لهذا تنطلب من الشباب يتحركوا معنا، شباب مثقف طمسلوح، شباب عنده غيره، شباب واعي، ولكن يتعرض للابتزاز والضغوط. كنقول لهم راه ما خفتوا والو. هاد اللعبه اللي قدامكم راه تقدرت به اكثر من 27 شكايه وهميه، ولكن ما زالت اناضل من اجل طمسلوح. 27 او 30 شكايه وهميه كلها في الحفظ. لهذا تنقول شباب طمسلوح راه الناس كيعرفوا تيشوفوا، ما تخافوش، زيدوا لقدام، شاركوا معنا، بلادكم هذيك. اكيد سي حسن، كلمه اخيره قبل ما نختموا الحلقه ديال برنامج اليوم اللي كانت يعني شامله على طمسلوح وقضاياها المرتبطه بمختلف القطاعات. كلمه اخيره قبل ما نختموا حلقه اليوم. الكلمه الاخيره سي كريم، يشهد الله انني بغيت الخير لهذيك البلاد. باش نقول لك هذيك جماعه طمسلوح من القلب ديالي تنبغيها، ما عنديش شي خلفيات، ما عنديش شي مصلحه شخصيه، ما عنديش. السي كريم نقول لك حاجه راه ما تدخلش لك الدماغ، راه انا الوحيد اللي ما عنديش الضو، انا ولادي في طمسلوح وانا مرشح تاع جامعه طمسلوح. ما كايناش هادي، الوحيد وتناضل، الوحيد اللي ما عندوش الضو في جامعه طمسلوح هو انا. وانا اناضل، و30 شكايه ولا اكثر في المحكمه كلها تحفظت، واناضل. تنولي هذا تنقول للشباب طمسلوح ما خفتوش، ما تخافوش من التهديدات، ما تخافوش من ما تخافوش، هادشي عنده نهايه. لاننا في نهايه المطاف بلاد ديال المؤسسات، بلاد القانون، النضال بقواعد، يعني الدفاع على القضايا المرتبطه بالشأن المحلي بقواعدها كما قلتي السي حسن. حنا هذا الرساله ديالتي الاخيره تنقول للشباب طمسلوح تحركوا، راه ما خفتوش، دخلوا العمل السياسي، عاونونا، حنا نعاونوكم. ما لا يقينش نمشيو في حالنا، بانت لكم عندنا شي مصلحه شخصيه نمشيو في حالنا. هذه الكلمه ديالي الاخرى السي كريم، الشباب ديال طمسلوح تحركوا معنا، دخلوا ناضلوا معنا، وحنا راه معكم. شكرا سي حسن. متابعينا الكرام، وصلنا لنهايه حلقه اليوم من بودكاست الكرسي الشاغر. نضرب لكم موعد في حلقه جديده مع ضيف اخر. دمتم في حفظ الله ورعايته.